مصر وبكره تشوفوا مصر. مصر هتبقى قد الدنيا. بالكلمة الكذابة دي بدأ السيسي طريقته مع الناس، الطريقة المسهوكة العاطفية. وأنا في ناس بعتت تقول لي هات انشراح معاك. بالكلمة الكذابة دي بدأ السيسي يقول بكرة تشوفوا مصر، مصر هتبقى قد الدنيا. الحقيقة عدى على الراجل أكتر من شهر تقريبا دلوقتي. لا سنة زي ما قال لك هيثم، سنة عدى عليه سنة. الحقيقة مصر بقت أوطى حتة في الدنيا، وده بالدليل. يعني يكفي ان الراجل يتم انتخابه بانتخابات طبعا احنا عارفينها مزوره والعالم كله عارف انها تعبانه، يعني 4 مليون، انما مفيش رئيس جمهوريه شفناه. يعني مفيش حته، مفيش بلد احتفت بينا طبعا مع عدا السعوديه. حتى لما الملك عبد الله حب يحتفي بيه جابوا ذليل لحد كرسيه في الطياره. انا غلطت يا هيثم يا معتز؟ مش جابوا لحد الطياره وطلعوا هو وراه ومحلب والناس قاعد المنظر اهو. شوف يا معتز، انا علقت على المنظر ده، كرسيين فاضيين جنب الملك. بروتوكوليا يا معتز تساوى دلوقتي عبد الفتاح السيسي الخادم مع الراجل اللي قاعد ده. الراجل ده انا ما اعرفش بيشتغل في السعوديه، لكن اعرف ان ده مزور. الاثنين تساووا في البروتوكول مع بعض، بينما الملك هو الملك. هل ده يليق برئيس مصر مفترض انه منتخب؟ وده مشهد اللي واكدنا عليه للناس انك مهما تجاوزت المشاهد اللي فاتت وقلت زي ابوه وقلت الراجل صحته تعبانه وقلت ما فيهاش حاجه وكل الكلام ده، طلعنا الطياره خلاص، طلعنا قبلنا وتجرعنا المر. لا معلش، طلعنا الطياره، نقعد القعده دي يعني بعد ما طلعنا الطياره تحت اي سبب؟ ما انت اللي جبته لنفسك.